مرة تانية من خلال برنامجنا طعم البيوت وفقرة قلبي معاك. شفنا حالا تقرير عن المرأة بعد سن ال40 وما يواجهها في هذه المرحلة السنية من تغييرات فسيولوجية ونفسية. بيسعدنا أننا نستضيف الأستاذة الدكتورة ميسون الفيومي، أستاذ العلاقات الأسرية، وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. تحبي تعلقي على هذا التقرير واحنا بنقول ان المرأة بتطرأ عليها تغيرات كبيرة في هذه المرحلة العمرية. هل في اشياء مهمة جدا يجب انها تعرفها وتهتم بيها في هذه السن عشان ما تكونش اكثر عصبية في التعامل مع الاخرين؟ أكيد. هو في البداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين، وعايزة أقول إن فعلا حقيقي يعني عن تجربة وشفت نماذج كده كتير قدامي إن الحياة تبدأ بعد سن ال40. كان في حد في التقرير بيقول إنه عندنا نماذج حقيقية إن نجحت قوي بعد سن ال40. طبعا احنا عندنا المثل الأعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أكيد كان في حكمة من ربنا سبحانه وتعالى إنه لما يوصل سن ال40 لما وصل سن ال40 بدأت الرسالة وبنى بقى فيها الدولة الإسلامية ككل. صحيح. فده أكبر نموذج احنا نحتذي بيه. لكن نيجي بقى نخصها بشكل أعم بالنسبة للمرأة. احنا للاسف الشديد ما عندناش ثقافه اسمها ثقافه الوعي الصحي. ان انا المفروض من قبل ما ابدا للسن ده ابتدي اهيئ نفسي نفسيا، بمعنى ان انا ابدا اقرا، ابدا اثقف نفسي ايه التغيرات اللي ممكن تطرا عليا. الفتره دي ممكن نتيجه تغيرات فسيولوجيه تبقى اكثر عصبيه، فبالتالي هي محتاجه حاجات تهديها، مش حبوب ولا ادويه ولا اي حاجه. ايه بقى الحاجات اول اللي حاجه تنظم وقتها، بحيث ان عدم النظام عدم تنظيم الوقت ممكن يخلي اعمالها تتراكم على بعض، فده يبقى سبب في انها في انه يوترها. تتلاشى دايما المشاكل في البيت، تبتدي تخرج اكتر، يعني مثلا تاخد اسرتها تخرج تعمل ويك اند حلو. حتى لو ما خرجتش تحاول تعمل جو في البيت. ولازم كمان ما عندناش كمان ثقافه المحيطين حواليها، لان المفروض ان ازاي يمتص المحيطين حواليها الفتره دي بحيث انها تعدي على سلام. نفس ما جت بتبقى البنت في بدايه سن المراهقه، بنقول ان في تغيرات فسيولوجيه اذا ما كانش في الام والاب والاسره والاخوات بيبقوا يعني ليها طريقه معينه عشان تمر الفتره دي بسلام. نفس الحكايه بالنسبه للمراه، فمحتاجه تاهيل من قبلها ومحتاجه معاونه من غير. بس اهم حاجه بس تنظيم الوقت، تداوم على حاجات ممارسه رياضه مهم جدا جدا. احنا ما عندناش نشر ثقافه الرياضه في المجتمع المصري. صحيح. فاحنا مهم قوي قوي ان بعد سن ال40 ولو يعني مشي نص ساعه يوم بعد يوم، اي حاجه تعملها وتدور على السعاده. بمعنى ايه اللي ممكن يبسطني واعمليه. انا الحاجه دي بتبسطني اعمليها، ممكن حاجه تانية ما بتبسطنيش غيري، بس انا ادور الحاجه دي طالما بتحقق لي سعاده اسعي وراها ودوري عليها. عظيم ببساطه شديده. يعني اهم حاجه التغيير، الخروج طبعا، النظر للحياه بطريقه متفائله، ممارسه الرياضه وكمان حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا ان هي المحيطين بيها يراعوا المرحله السنيه دي بيكون فيها بعض التغيرات على فكره بتبقى فيتحملوها بنوع من الصبر. لا، ومن اشد المراحل اللي المراه بتحتاج فيها معامله خاصه من الزوج. بس للاسف الشديد في ازواج كتير جدا ما بيراعوش الجزئيه دي. ده موضوع هنتكلم فيه حلقات وحلقات ان شاء الله نتكلم فيه مره تانية باستفاضه. لكن النهارده موضوعنا الاساسي يمكن وهو عايزين نعيش حاله من الاستقرار. أكيد. عايزين نبعد عن الخلافات والاختلافات، عايزين نرجع زي زمان ما كنا ايد واحده في الازمات. عايزين نبني مصر في المرحله اللي جايه. عايزين نستقر لان اكيد احنا تعبنا كتير. تفتكري الطريق للاستقرار ممكن يكون ازاي، بدايه من كل بيت من كل اسره؟ احنا في الاول بس عايزين نفرق ايه الفرق ما بين الخلاف والاختلاف. لان الاختلاف ده سنه كونيه، شيء طبيعي ان احنا نختلف في وجهات النظر. في عندنا اختلاف تنوع وفي عندنا اختلاف تضاد. اختلاف التنوع ده ايجابي، لان انا ليا راي، حضرتك ليكي راي، غيري ليه راي، ف3 آراء 4 آراء 100 مليون راي في الاخر بيعمل تنوع عندي اقدر اخد عليه قرار. اما اختلاف التضاد اللي هو بقى ايه، اني انا رايي مجرد ما حضرتك تقولي شمال انا اقول يمين، مختلفه معاكي على طول الخط، في حاله في حاله اختلاف. مش هنختلف مطلقا ان ما يدور على الساحه المصريه
بيأثر بشكل شديد جدا على بيوت على الاسر المصريه. اكيد. لان دلوقتي بقى كلنا عندنا رعب اسمه 30/6. احنا عايزين نستعد ل 30/6. ايه اللي هيحصل في 30/6 بالنسبه لنا مبهم. هل يا ترى هتبقى ثوره زي 25 يناير ولا هتبقى مجرد تفريغ نفسي، تفريغ طاقه هنطلب بيها بعض المطالب ويبقى الحال على ما هو عليه. عايزه اكد انه في ناس للاسف الشديد في المجتمع المصري بتفهم الحريه غلط. وده اللي احنا حتى بغض النظر عن المجال السياسي، ان في ناس فاهمه ان انا امشي في الشارع انا حر اعمل اللي انا عايزه. واحد ممكن يمشي 2 بالليل فاتح راديو العربيه على اغاني وموسيقى وهو ماشي في الشارع ملوش دعوه بحد. واحد عايز يكسر يمين بيكسر، عايز يمشي شمال فوضى. بالظبط. بقى عندنا ثقافه الفوضى. لما نيجي نقيسها هتلاقيها في الشارع، هتلاقيها في الشغل، هتلاقيها حتى كمان جوه بيوتنا. فزي ما تكون حاجه انتشرت على المستوى الشخصي بقينا كمجتمع، انا يعني اسفه ان انا بقول اللفظ ده، ان احنا بقينا مجتمع فوضوي. عشان كده احنا كلنا بنعاني. ما فيش هتيجي حد دلوقتي ممكن تكلميه يقول لك والله انا مبسوط من البلد، انا مبسوط من الاحوال. بقت ابتدت الناس تفكر ان انا لازم امشي من البلد دي لانه ما فيش. هي المشكله كمان يمكن اللي بتاثر على كل بيت الظروف الاقتصاديه اللي بنعيشها. دكتوره ميسون، طب تعالي نشوف كده، احنا نزلنا بكاميرات طعم البيوت وخدنا راي الناس في الحاله اللي بنعيشها حاليا، وازاي ممكن يكون في امل في الاستقرار. تعالي نشوف التقرير ونرجع مره تانية نكمل كلامنا. مصر الغالية هي أرض الأمن والأمان، وعلى الجميع الحفاظ عليها. فكل مصري اليوم يعيش في حالة قلق وخوف. كاميرا طعم البيوت رصدت آراء بعض المصريين في كيفية الحفاظ على استقرار مصر يوم 30/6. والله أنا معاكم بدأ الاستقرار يوم 30/6. مفيش شك إن الموضوع معقد جدا وفي أزمة في البلد. في أزمة في البلد، بس لازم ندي الناس فرصة. أنا رحت انتخبت الرئيس وعامل عقد معاه 4 سنين، فنديهم فرصة ل4 سنين وبعد ال4 سنين نشوف هيعمل إيه. أهم حاجة إن احنا نحافظ على مصلحة الوطن العليا، سواء عدم يعني مهما اختلفنا في الآراء السياسية، لازم إن احنا دلوقتي لنا مستقبل بلد، لنا مستقبل وطن. احنا بنطالب أي متظاهر إنه يكون الوقفة بتاعته وقفة سلمية، ما يكونش فيه عنف. يحب مصر ما يخربش مصر. اللي عايز ينزل يتظاهر بكل حب وأدب، ينزل من غير تخريب، من غير يحافظ على مشاعر الآخرين. يا ريت التظاهر في الشارع في الميدان اللي احنا عارفينه. التظاهر مش في حتة تانية، هو ميدان التحرير معروف ورمز للثورة بتاعتنا. يا ريت ما نتظاهرش قدام مكان سياحي، ما نتظاهرش قدام مركز ثقافي، ما نتظاهرش قدام حاجة تعطل شغلنا. البنوك طبعا والبورصة، الحاجات الاستراتيجية بتاعت مصر طبعا دي خط أحمر. المفروض اللي هو قلبه على مصر ومصري فعلا 100% ما يخربش بلده بايده. بتمنى الناس اللي نازله يوم 30 او يوم 28، ان كان 28 بأية الرئيس وده حقهم بالكامل، و30 من حقهم ينزلوا برضو يقولوا رايهم. بس انا بقول لكل شعب مصر احنا في مركب واحده. محاولة لقراءة الأحداث القادمة في مصر، وإزاي نسعى فعلا لصالح مصر والاستقرار في المرحلة القادمة. إزاي نلتقي بكل الآراء، إزاي نبعد عن الانقسامات والخلافات، إزاي يكون لكبار رجال الدين والفكر والثقافة في مصر دور في هذه المرحلة لتهدئة الأوضاع حتى لا تكون المواجهة ساخنة زي ما بيقول. احنا دايما هنأكد على نقطة ان الخلافات السياسية يمكن حلها. اي خلاف سياسي يمكن حله. بما ان انا مجتمع بقول في بداية طريق الديمقراطية، شيء طبيعي ان يبقى فيه تخبط في المجتمع المصري. لان احنا لسه مش هقول ان احنا غير مؤهلين للديمقراطية، لكن احنا ابتدينا نقول نمشي في طريق الديمقراطية. ده أثر على الوعي الشعب. بقى عندنا دلوقتي شعب اكثر وعيا مما سبق. يعني في الاول ما كانش الشعب واعي قوي كده، ما كانش الشعب واعي بحقوقه، ما كانش الشعب عارف ان ازاي لما انا ارفع صوتي او اقول مطالبي ان ممكن حد يسمعني والتعبير بحريه. طب احنا معانا خالد من السعوديه، يمكن عايز يعمل مداخله معانا في هذا الموضوع. اهلا بيكي استاذ خالد من السعوديه.
السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فندم، كيف نبني مصر؟ نبني مصر يا فندم بمشروع قومي حقيقي يبدأ من رأس الفيوم حتى الوادي الجديد. حضرتك مصري مقيم في السعودية؟ أستاذ خالد. يا فندم. حضرتك مصري مقيم في السعودية؟ أيوة يا فندم، مقيم في نجران في المملكة العربية السعودية. أيوة. نعم يا فندم. اتفضل قول رأيك. يعني ازاي لازم مشروع قومي حقيقي نتجمع عليه جميعا. أيوة. المعارضة والرئاسة ومجلس الوزراء. مشروع قومي يبدأ من رأس الفيوم حتى الوادي الجديد. مساحة الوادي الجديد 44% من مساحة جمهورية مصر العربية. نعرض 10 مليون قطعة للغني وللفقير عشان ده يحس بده. كل قطعة ب 20,000 جنيه، ب 10 مليون قطعة ب 200 مليار جنيه. ال 200 مليار تريليون ونص موجود في البنوك المصريه لهم فوائد سنويه 150 مليار. نبني مصر الجديده يا فندم. ايوه فين الناس؟ حضرتك بتنادي بالتكافل الاجتماعي، وازاي نعمل مشروع قومي يفيد مصر في المرحله القادمه. نطلع الناس نطلع الناس من ازمه المرور ومن المقابر والازمه في البنزين وكل ده. انت بتاخدي مشوارك من التلفزيون لبيتك في 4 ساعات. صحيح. ممكن نخليه في ساعة واحدة توفري بنزين في ساعتين يا فندم. بشكر حضرتك، وصلت وجهة نظرك، واكيد ده شعور كل مصري سواء مقيم خارج مصر او داخل مصر بيبقى حامل همومها وبيحاول يدور على حلول المشاكل اللي بتواجهها. انا بتكلم مثلا في حاجه حيويه جدا، لان احنا مثلا لما نيجي نسمع بلد زي المانيا ما عندهاش الشمس غير 3 شهور في السنه، وازاي بتستفيد من الطاقه الشمسيه، واحنا البلد اللي عندنا ما شاء الله الشمس طول السنه مش عارفين انا اسفه مش عارفين الى الان نستفيد من الطاقه الشمسيه اللي عندنا في حاجات كتيره جدا. أيوة. انا بقول ان الشغل موجود في البلد، مفيش حاجه اسمها مفيش شغل، مفيش حاجه اسمها الدنيا متأزمه. انا بايدي اصنع شغل، ولو اعمل حاجه في بيتي وابتدي اشتغل. اي شاب ممكن ينزل ويبدا يشتغل، يدور على اي حاجه يشتغل، لان المرحله الجايه كلها مرحله بناء. المفروض كان بمجرد ما عملنا ثوره 25 يناير نبدا بخطط حقيقيه لبناء مصر، لكن احنا الى هذه اللحظه انا شايفه صراعات واختلافات وخلافات واختلاف ما بين القوى السياسيه في مصر، ومين احق ومين مش احق. وبعدين ليه بنبص انه الراي اما معايا اما ضدي؟ أيوة. يعني دي على فكره نقطه انا نفسي متضايقه هنا برضو جداً. عايزين حضرتك تركزي معانا على كيفيه الحوار البناء. اكيد كلنا لا نختلف ان كلنا بنسعى لمصلحه مصر اكيد، ولكن هناك انقسام وانقسام حاد. ازاي نجمع الناس دي على هدف واحد، وازاي برضو نقدر نعبر عن راينا بحريه دون قيود، ولكن حريه مسؤوله دون الهدم، ونسعى كلنا للبناء. ازاي تتلاقى وجهات النظر؟ قلتي كلمه خطيره جدا، حريه مسؤوله. يعني بدون المسؤوليه يبقى انا ما عنديش حريه، لان انا لو فاكره حريتي اعمل اللي انا عايزاه، انا اسفه دي مش حريه. لكن انا حريتي المفروض ان انا ازاي اطلب المطلب بتاعي بس بدون ما اتعدى على حقوقك، لان اول ما ابتدي اتعدى على حقوق غيري انا اسفه كده دي مش حريه. من حق كل مواطن في مصر انه يطلع يعمل مظاهرات، ده مظاهره سلميه، ده حق طبيعي لاي حد، وحلو من حق التعبير عن الراي بالظبط، ده حقك. لكن حقك ده عليه ليتطلب منك مسؤوليات، او خلينا نقول انها شروط. انك لما تيجي ان شاء الله اي حد سواء في الفئه دي او الفئه دي عايز تعمل مظاهرات، طبعا احنا هنقول ان في ايادي خفيه من الجنبين وده كالعاده، فلازم اكون انا كاداره عليا لازم يكون عندي حاجه اسمها اداره الازمه وليس الاداره بالازمه. عارفه اللعبه السياسيه بتاعت زمان، ان انا اختلق موقف وابتدي احل الموقف فن اداره الازمات. فن اداره الازمات. المفروض هنا القياده العليا لازم يكون دايما عندها الفن ده، تكون متمكنه جدا من الفن ده. صحيح. ازاي تحتوي الموقف، ازاي دلوقتي انا عندي فريقين، اي قائد في الحياه هو وجوده كقائد عشان وراه تابعين، احتواء، عشان وراه تابعين. التابعين دول ما ينفعش تبقى اهدافهم غير اهداف القائد. التابعين دول ما ينفعش يكون ليهم رغبات مش رغبات القائد، لان القائد هو فرد، هو بيسعى لتحقيق رغبات التابعين او المرؤوسين اللي وراه. فلازم عشان يحتوي الموقف اعرف الناس دي عايزه ايه. يعني انتوا عايزين تنزلوا، سواء كنتوا عايزين تنزلوا ميدان التحرير او تنزلوا رابعه العدويه او ايا كان، طب انتوا نازلين ليه؟ يعني احنا لو قلنا لسه باقي ايام على يوم 30 يونيو،
هل ما زالت الفرصه طبعا. لهذا الاحتواء اللي بتتكلمي عنه؟ طبعا. ما زالت الفرصه امام القياده انها تجمع الفريقين وتخليهم فريق واحد من غير انقسام؟ انا شايفه ما زال الكلمه الطيبه ممكن تحقق المستحيل في هذا البلد اللي احنا بنقول عليه زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اهلها في رباط الى يوم القيامه. ازاي ندعم هذا الرباط؟ ما هو بصي يعني في امل طول ما انا عايشه في الحياه، في امل. ما فيش حاجه اسمها ان هو فاضل لنا 10 ايام. على فكره احنا ممكن نحل المشكله دي كلها في يومين، بس يبقى عندنا اول حاجه من الطرفين نيه حقيقيه اني انا اوكي هسمع الطرف الاخر. لكن انا نازله وانا رافضه اني اسمع الطرف الاخر، يبقى كده ما اقدرش اقول لك ان ما فيش امل. انا ماشي عارفه زي مثلا ايه، فارس ماشي مش بيعمل لجام للفرس، فهيفضل ماشي يجري 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 يجري. لكن لو انا عايزه الجمه واوقفه وقت ما انا احب هقدر اوقفه وقت ما انا احب. احنا المفروض يكون اول حاجه عندنا ان انا وانا رايحه انا عندي النيه الصادقه من الطرفين ان احنا نسمع بعض، نحل مشاكل بعض. المفروض بقى دور القياده العليا يبدا بقى هنا، انه ازاي نحتوي الموقف بحيث ان ما يبقاش عندنا 30 يوم 30/6 خلاص يا جماعه انتوا مطالبكم ايه؟ انا دلوقتي شايفه دربكه كبيره قوي في بعض المحافظات بسبب تعيين بعض المحافظين. طب اذا كنت انا مثلا بتصور مثلا ايه، انا في بيتي ربة بيت، حد جاي دخيل عليا انا مش عاجبني خلاص، فانا مش مضطره ان انا اتحمله. طب اذا كان دي رغبه الشعب، او بلاش اقول رغبه الشعب، لو قلنا ان المجتمع عباره عن مثلا في اي محافظه لو هم مثلا 50 فرد منهم 30 فرد او 35 فرد رافضين حاجه، يبقى خلاص انا انزل على رغبه ال 35 فرد. لازم هنا يكون في تنازلات، لازم اقدم تنازلات. بس في نفس المقابل ال 15 الباقيين عليهم الموافقه على كده. ليه؟ لان ده راي الاغلبيه، ده امركم شورى بينكم. لكن لما انا اقول انا بقى ال 15 لا ازاي وازاي انتوا تسمعوا الكلام دول، لا انا عايز كذا كذا، لا ما هو دي مش ده يعني. بصي صعب جدا، احنا حاجه و80 مليون مش ممكن ترضي كل الاطراف. لكن الغالبيه العظمى لما يتفقوا على شيء يبقى هم صح. طالما اتفق معظم افراد الشعب على حاجه معينه يبقى في هنا تحديد للاهداف واضح. فانا المفروض كقياده عليا، وهنا الاغلبيه دي هتتحدد ازاي؟ وكل فريق بيحاول انه يغلب الفريق التاني. ما هي بالظبط بقت مسرحه صراعات، مين ينزل اكتر ومين مع ومين ضد. للاسف الشديد كما لو كنا مش مصريين يعني، كما لو ان دول بتتكلمي عن جنسيات اخرى، كما لو كنت بتتكلمي انه دول اعداء. لكن انا بتكلم نرجع بقى نحكم صوت العقل. احنا فريقين، احنا الاثنين مصريين، الهدف واحد، احنا راكبين مركب واحده. اما انها تغرق هتغرق كلنا هنغرق، اما ان المركب تمشي وتوصل لبر الامان. احنا اللي يهمنا ان المركب تمشي لبر الامان بغض النظر انا عليا ايه، انا دوري ايه هعمله، انت دورك ايه. استاذه ميسون، هنا في جزئيه مهمه جدا. الاخلاقيات اختلفت والمفاهيم اختلفت والسلوكيات اختلفت. ازاي نرجع للحب، للم الشمل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ المعنى ده هل صعب الوصول اليه في المرحله دي؟ ازاي كلمه حب تجمع الناس مره تانية بعد كل هذا الانقسام؟ اللي قلتي واعتصموا بحبل الله جميعا. لما اعرف ان ده امر ربنا سبحانه وتعالى، قال لك عشان انت تبقى مسلم لازم تكونوا متحدين. انت عشان تبقى مسلم لازم يكون في معتصم بغيرك. لازم انت عشان تبقى مسلم حب لاخيك ما تحب لنفسك. انا لو حاطه المبادئ دي في اعتباري وان دي جزء عشان اكون انا بس مسلم لازم تتوفر فيا كده، اللي مرضاش على نفسي مرضاش عليك، زي انا مرضاش انك تهينيني انا كمان مش هقدر اهينك. فهي انا بقول احنا دلوقتي عندنا انفلات اخلاقي اكتر ما عندنا انفلات امني، عندنا انفلات اخلاقي. فعلا الشعب بقى عندنا للاسف الشديد نتيجه انتشار ثقافه الفوضى بقى عندنا انفلات اخلاقي. ازاي نرجع الانفلات الاخلاقي؟ نبتدي بقى نتكلم على دور الكنيسه ودور المسجد في ان احنا نحط بقى بذور الحب، بذور الوطنيه، بذور الانتماء. ازاي تبقى منتمي للبلد. طيب حضرتك قلتي جزئيه مهمه جدا، دور الكنيسه ودور المسجد. هل احنا محتاجين قوي لدورهم ال10 ايام اللي جايين دول؟ هل ممكن يحققوا اللي ما اتحققش في الفتره اللي جايه؟ هل ممكن يجمعوا الفريقين في مصر اللي انقسموا دول ويكون لهم دور بناء في المرحله دي يمنع الصدام؟ طبعا. لان انا لما اعرف اني انا لو مثلا صادمت مع غيري، ده احنا عندنا في ديننا لو انت قتلت واحد مسلم كانك قتلت الناس كلها. فدي حاجه مهمه جدا، لازم دي مش كلام احنا بنقوله، ده لازم يبقى سلوك في حياتنا. فاهميه ازاي ان احنا دور بقى الخطاب الديني، نبدا صلاه الجمعه ما شاء الله بيبقى فيها عدد كتير جدا، نبتدي بقى نتكلم
بتتكلم اطلع ومن حقك تعبر عن رايك، ويا اخي خليني اسمع وجهات نظر معارضه. ما انا مش ممكن دايما مدى الحياه لازم القائد يسمع وجهات نظر مؤيده، والا لو بيسمع وجهات نظر مؤيده بس مش هنبني. فلازم صحيح. اعرف وجهات النظر المعارضه، لان من معرفتي لوجهات النظر المعارضه ابدا ابني، اعرف السلبيات عشان ابدا احط ايجابيات. لكن صحيح. لما بسمع ايجابيات على طول، طب ما الدنيا سلامه وفي ايه؟ ده دول بس ايه اللي هم ما لهمش لازمه، او هم بس عايزين يعملوا خلل في المجتمع المصري. لا، ده جزء من الشعب وفئه كبيره جدا، فلازم نسمع مطالبهم. تبتدي بقى زي دور الكنيسه والمساجد، ونبدا كمان بدور القوى السياسيه. ما يجيش بقى حزب يقول لك اصل انا بعمل وانا هعمل. لا، احنا الهدف بالعكس، انا احترم اي حزب يطلع دلوقتي يتكلم يقول لك انا مش مع ده ولا مع ده، انا هقول بصوت الحق في كذا كذا كذا، وتعالوا يا جماعه للحوار. صحيح. نبدا بالحوار. جميل جدا موضوع الحوار ده، وخصوصا اذا كان حوار بناء وهادف ونخرج منه بنتائج افضل لمصر. بشكر حضرتك يا دكتوره ميسون، ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم باذن الله. وزي ما قالت الدكتوره ميسون، نحاول نبتعد عن الخلافات والانقسامات. دور القياده ودور رجال الدين والفكر والثقافه في مصر محاوله للم الشمل قبل المواجهه، محاولة لتحويل الكراهية والانقسام إلى حب وود وترابط بين كل المصريين. مفيش انقسام بين مصري ومصري، لازم نرجع يد واحدة وهدف واحد، وهو بناء مصر مرة تانية اللي محتاجين له. واحنا الحالة الاقتصادية زي ما احنا عارفين صعبة جدا. لازم نحاول كلنا نشارك ونبني مصر ونبعد عن الاختلافات، وده بدايته دايما الحوار البناء. يا ريت يكون في حوار هادف في الفترة القادمة. تعالوا نشوف تقرير من المجلس القومي للمرأة ونشوف هذا التقرير، وهو تأبين لثلاث شخصيات نسائية في المجتمع. نظم المجلس القومي للمرأة حفل تأبين لثلاث شخصيات نسائية رائدات في العمل الاجتماعي، وهن الدكتورة عائشة راتب، الدكتورة زينب رضوان، والدكتورة أمل محمود، وذلك تخليدا لذكراهم وتقديرا لدورهن في مجال العمل من أجل دفع مسيرة المرأة المصرية. قد ايه احنا سعداء جدا النهارده وجودنا في حفل تأبين. احنا بنقول ان ده مش فتره انقضت من عمر مصر. مصر تاريخ طويل، كل حد فينا بيبدا خطوه واللي بيجي بعديه بيكمل. نتمنى يبقى في قيادات نسائيه تاني تكمل المشوار، الدكتوره عائشه والدكتوره زينب والاستاذه امل. انا اعتقد النماذج اللي تم عرضها اليوم نماذج هامه افنوا حياتهم. دكتوره زينب رضوان والدكتوره عائشه راتب، اثنان من النساء اللي ارتبط اسمهم لدى المرأة المصرية بالعلم وبالعمل وبالقانون وباحترام القانون، وخاصة القوانين التي تدافع عن المرأة والتي تحاول أن ترسخ مكانها في المجتمع. أنا بتكلم النهاردة على ماما دكتورة زينب، غيرت كتير من أفكار المجتمع وعن المرأة، وصححت مفاهيم كتير مغلوطة عن المرأة ووضع المرأة، وبينت للناس قد ايه الإسلام جه علشان يعز المرأة، مش يحطها في مكانة أقل من المكانة اللي كل الناس كانت معتقدة هي موجودة فيها. كرسي السلطة، البرنامج الذي ينتظره مشاهدو الأولى. كرسي السلطة هو محط أنظار الجميع. لما اخترت وزير، هل منحت كل صلاحياتك؟ 3 مرات تركت المنصب وأنا أعلم اللي بعمله ده قد يؤدي إلى ترك. ينتزع من ضيوفه الحقائق بالحوار المثير. المسؤول عنده الوازع، ولكن يصطدم ذلك بقلة الإمكانيات. ما يقعدش. قناة السويس دي
هل ده المشروع الذي يسيل اللعاب؟ وبالفلوس دي تطور الباقي. انا عايزه ناس عندهم شجاعه اتخاذ القرار. كرسي السلطة 10 من صباح كل جمعة مع الكاتب الصحفي جمال عبد السميع. بعد سنين طويلة اتعرضنا فيها كلنا للظلم، اتفتحت لنا طاقة أمل. إذا كان ليك حق مش قادر تاخده، أو شكوى من ظلم وقع عليك، أو بتمر بأزمة سرقت منك راحة بالك، أنا مش عارف أعمل إيه، نروح لمين ونشتكي لمين؟ اتصل في أي وقت على 16 980.